لو فاكر انك شاطر في النحو يبقى لازم تحل اللغز ده. جملة سهلة جدا: عجبني شرح المعلمة. السؤال هنا بقى يا بطل، مين الفاعل ومين المفعول؟ اغلبكم دلوقتي هيقول ان المعلمة هي الفاعل، او يمكن انا الفاعل، بس الحقيقة بقى ان الجملة دي فيها فخ بيقع فيه نص الطلاب في الامتحان. فكروا كده معايا، مين الفاعل؟ مين المفعول؟ بصوا بقى، السر في الياء. انهي الياء؟ اعجبني. يعني انا همشي معاك من البدايه. انا قلت لك قبل كده الرد على كلمه مين هو الفاعل، فلما تيجي تدور على الفاعل اسال مين اللي عمل. انا هسال اعجبني الشرح. اعجبني، مين اللي اعجبني؟ مين؟ الشرح. يبقى الشرح هنا هو الفاعل. تعال نشوف بقى اعجب مين. ايه؟ اعجبني انا. يبقى الياء ايه؟ هي المفعول. ضمير مبني في محل نصب مفعول. وقولوا لي جملة تانية تلخبطكم عشان هشرحها الفيديو اللي جاي. نحو ولادنا لازم يكون بالفهم، اوعي تحفظيه. لو عرفت الحل قبل ما اقوله اكتب لي في الكومنتات يا بطل انا عرفت الحل. خليكم دايما فاكرين ان طفلك معانا هيتعلم ببساطة. ما تنساش الفولو والشير واللايك عشان كله يستفيد مش انت بس. سلام يا بطل.